بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم يا أخواتي في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله نتقاسم معكم بريوات أو لينام في الفران بالشابلو أو الخبز المحمص. عندي هنايا ليشو خضرة دائما كتحضر في جميع الحشوات. عندي ليشو من بعد ما طاح زدت عليه البصلة وزدت عليه هنايا الكفتة ديال العدد. يعني ما كتقيديش بحاجه وحده اللي كان عندك. هنايا زدت التوابل، سكينجبير، خرقوم ديال العود، وزدت هنايا التوابل راس الحانوت، شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر كارم. هنايا عندي الفطر المعلب او الشامبينيون. هنا زدت شويه ديال الصوجه اختياريه. عندي قزبر ومعدنوس. صافي هنا كندوز الورقه، كنقطع الورقه. انا جبت الورقه الكبيره كنقطعها على 4. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا كناخد الفرomاج ساندويش كنحطو في القاع هو الاول، وكنزيد عليه الحشوه. تقدري تزيديها الفيرميسال، ولكن انايا اكتفيت غير بالحشوه بوحدها. صافي وكندير بحال هكا شكل مربعين اولا بودان او بريوات. المهم انا غادي نشكلهم وغادي تشاهدوا معايا في اخر الفيديو. بطبيعه الحال التشكيل كيبقى على حساب كل واحد، ولكن انا كنت بغيت نتقاسم معكم داك الشيء اللي تندير انا يعني اللي تنحب انا. هنايا درت واحد البيضه، وهنايا عندي الشابلور او الخبز المحمص اللي سبق لي وتقاسمته معكم. يعني ندهنهم بالبيض وكنحطهم في الشابلور حتى كنمرمدهم مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. صراحه هاد الطريقه وكيجيو زوينين ومقرمشين. كنحاولوا شويه نتفاداو المقليات. صافي هنا كنستفهم في اللاطه وكندخلهم الفران حتى يطيبوا تقريبا غير يتحمروا. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا هذاك الفرماج اللي فيهم خرج شويه، يعني بحال اللي طرطقوا شويه. اخواتي نتمنى هاد البريوات او انا ملي تقاسمت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالدعم ديالكم وتشجيعاتكم باش نبقى دائما نقدم كل ما هو مفيد، وبارطاجوا مع احبابكم واصحابكم باش تعم فائده على الجميع. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.